هكلمكم النهارده عن الروزيشيا او الورديه. كتير سالوني يا دكتور نستخدم ايه لو بشرتنا بيبقى فيها الاحمرار الشديد او الورديه ونعمل ايه وكده. فانا حبيت ان احنا اول نعرف ايه هي وهقول لكم ليه. اولا هي مشكله مناعيه. اللي بيحصل توسع في الاوعيه الدمويه تحت الجلد، وده بالتالي بيزود البلاد فلو ويزود الدم ويزود تجديد البشره بزياده عن اللزوم، فتبدا البشره تجدد نفسها بزياده، يبدا يحصل التهاب، تراكم للجلد الميت، يبدا يحصل جفاف وممكن يبدا يطلع حبوب. وده الحاله الوحيده اللي هتلاقوا فيها بشره جافه وفيها حبوب. ودي حاجة بتفرقها لي عن حب الشباب، لأن حب الشباب بتكون البشرة دهنية وفيها إفرازات دهون زايدة بس كمان فيها حبوب. الوردية من كتر ما حصل تجديد للخلايا جامد قوي والتهاب وأوعية دموية متوسعة، البشرة بتبدأ تفقد المية اللي فيها ويبدأ يحصل فيها التهاب، وتراكم الخلايا الميتة الكتير بيزيد، وبالتالي زي ما بقول لكم ممكن يطلع حب شباب في بشرة فيها جفاف وفيها قشور وكمان بيكون فيها احمرار وكمان التهاب واحساس باللسعان. هي دي الورديه. طيب ليه انا حبيت اعرفكم ايه هي الورديه اول؟ علشان اوقات كتير الناس مش بتبقى اخده بالها ان هي مشكله مناعيه، بمعنى ان لو حد عنده سكر من التايب 1 او عنده اي مشكله مناعيه وارد يكون بيحصل له الروزيشيا او الورديه. والعكس، ناخد بالنا ان لو حد حصل له الورديه او الروزيشيا يبدا يركز مع نفسه لو اي اعراض تانية ظهرت، لان زي ما بقول لكم بتكون مشكله مناعيه، يعني وارد ان تحصل لا قدر الله مشكله تانية فنعرفها بدري. ده كده كان اول حاجه عن الورديه والروزيشيا. كمان بتحصل في السن ما بعد ال30، نادرا لو حصلت اقل من كده، وبتيجي دايما للسيدات غالبا الفوتوتايب بتاعهم رقم 1 اللي هم لون بشرتهم ابيض او فاتح. طيب ايه هي اكتر الحاجات اللي بتريجر او بتزود الورديه او الروزيشيا؟ طبعا احنا عرفنا ان هي خلاص جيناتك او وراثيه او مناعيه، فدي كده اول حاجه. تاني حاجه لو حصل خاص الناس اللي جات لهم الروزيشيا، لو حصل تغيير مفاجئ في الجو من حر البرد، من برد الحر، خرجوا من مكان سخن على مكان فيه هواء بارد، تلاقي دايما على طول حصل لهم الاحمرار واحساس اللسعان ده. كمان لو استخدموا اي مواد سواء تجميليه او مواد طبيه، سان سكرين او مرطب او حاجه فيها فراجرنس فيها ريحه، الحاجات دي ما بيستحملوهاش وعلى طول بتخلي الحاله بتاعتهم تسوء. كمان لو اكلوا اكل فيه سبايسي، كمان لو حصل ليهم استرس او اتضايقوا او حد اتعرضوا لموقف محرج يمكن زياده عن اللزوم. الناس العاديه بيحصل ان وشهم بيحمروا والاوعيه دي بتتمدد، لكن كمان الناس اللي عندها ورديه او روزيشيا ده بيحصل بزياده. والاكتر حاجه بتبقى متعبه لاصحاب الروزيشيا او الورديه انه التمدد الاوعيه الدمويه يعني مش نص ساعه ويختفي لما الموقف يخلص او لما الجو يتظبط او حاجه، لكن للاسف بتقعد معاهم ايام واسابيع، وهو ده اللي بيعمل لهم الالتهاب الشديد في بشرتهم. وعلشان كده مهم قوي نعرف نتجنب ايه ونعمل ايه، وده اللي هقول لكم عليه على طول. طيب نعمل ايه علشان نستخدم منتجات تكون مناسبة للبشرة الوردية او الروزيشيا؟ طبعا هي بشرة حساسة جدا، يعني احنا اي لاين هنستخدمه في اي منتج هيكون مكتوب عليه ان هو for sensitive skin. ده ضروري جدا. ضروري يكون فراجرنس فري. يا جماعه عايزه اقول لكم ان السان سكرين وكل الحاجات اللي بتبقى نازله منها فراجرنس بتبقى نازله منها هي فراجرنس فري، فاحنا دايما نشوف الفراجرنس فري. كمان حاجه، اي حاجه فيها الكحول، حتى السانيتايزر بتاع الايد ما ينفعش ابدا على وشنا. لو اي وايبس اي حاجه فيها الكحول ابعدوها بعيد عن بشرتكم. كمان مهم قوي ان احنا يبقى عندنا زي روتين خاص ببشرتنا، بس يكون زي ما قلت لكم سنسيتيف. اول حاجه غسول، انا محتاجه غسول يكون الى حد ما بيشيل الخلايا الميته اللي بتتجدد عندي او بتتحوش عندي بسبب تكرار تجديد البشره السريع. فيبقى عندنا غسول جنتل، يكون طبعا مفيش فيه اي مقشرات، افويد اي مقشرات، اي تفتيح، حاجات فيها بتسرع من تجديد البشره ابعدوا عنها، ان ده اصلا اوريدي حاصل وواصل معاكم الالتهاب. فغسول يكون جنتل. كمان حاجه مرطب يكون للسنسيتيف او الدراي سكين، استخدموا الحاجات السنسيتيف والدراي، وهقول لكم على اسامي اللاينز اللي في البراندز المشهوره قوي ليكم. كمان حاجه ان بيبقى فيه زي كريمات فيها مضاد حيوي، حاجه زي روزاكس او حاجات تانية. الدكاتره يعني انتوا دايما تروحوا احسن لدكتور هيكتب لكم على كريمات معينه هتمشوا عليها يمكن لفتره شهور،
ووارد حسب الحاله تمشوا على مضاد حيوي كمان اورال، لان ساعات بتكون الحاله مع بعض الناس صعبه جدا. كمان ممكن نوصل ان احنا نعملها ليزر، بس الليزر ده مش بيعالج فوريفر، مش على طول، هو علاج مؤقت، لان بعد لما بيحصل تجديد خلايا بشره وتراكم كتير واحمرار، وممكن كمان زي ما بقول لكم حبوب تطلع ملتهبه، ساعات بالذات في منطقه الانف شكلها بيتغير. والحاجه الوحيده اللي هترجع تاني الشكل الوش او الانف طبيعي هو الليزر. وزي ما بقول لكم هيريحنا فتره، ولكن هيرجع تاني ده يحصل. هي بتبقى عباره عن اتاكس او فليرز على مدار السنه، يعني مش طول الوقت موجوده، ولكن وانس انها حصلت ممكن تطول لاسبوعين 3 شهر. فوقت ما ده يحصل لازم تكونوا بتاخدوا الكريم المضاد الحيوي بتاعكم، لازم تكونوا بتاخدوا الغسول والمرطب المناسب. وزي ما بقول لكم حاولوا قدر الامكان تبعدوا عن الحاجات اللي بتعمل لها تريجر فراجرنس، او مثلا جو بيختلف، او سبايسي، او ستريس. طيب ايه اهم اللاينز بتاعت البرودكتس المهمه؟ حاجه زي البايوديرم والاتوديرم، ده بيكون للبشره الجافه قوي. وكمان اللاين بتاع السنسيبيو ده للبشره الحساسه في بايوديرما. كمان في اللاروش بوزي التوليريان. وكمان اخر حاجه في افن هي الانتي روجي، وبيكونوا منزلين برودكتس اصلا مرطبه للروزيشيا، مش بس للسنسيتيف او للدراي، ده هي لاصحاب البشره الورديه. السان سكرين مهم، استخدموا اخف حاجه، الفلويد اخف حاجه على بشرتكم. يا رب يكون الفيديو كان مفيد ليكم، واشوفكم في فيديو جديد.